حسبي الله ونعم الوكيل في الوالدين. راني حاسية روحي وش راني نقول. راني نحكي على الوالدين اللي يدمروا اولادهم ويضيعوا بناتهم. حسبي الله ونعم الوكيل. الشي اللي وصلت ليه اليوم بسببهم. احيانا يكونوا بالبزاف ظالمين، احيانا يكونوا حقارين. الشي اللي راني راح نحكيه لكم اليوم ما قدرش نحكيه، بصح اضطريت اني نفرغ قلبي ليكم. ما عنديش شكون يسمعني، وراح نرتاح كي تلقاو هذا الحكاية وتدعوا لي ربي يفرج عليا. راح نقول لكم كاع واش صرالي مع الوالدين. ونتمنى انه كامل اللي راهم يسمعوا في حكايتي ما يديروش الشيء اللي داروه والديا، ويخافوا على اولادهم ويحبوا اولادهم ويعطوا لهم هذيك الحنانه. تبعوا معايا قصتي وراح تعرفوا علاش قلبي راه محروق ومحرحر وخايفة في نفس الوقت، خايفة على حياتي. راح نشوفوا قصة هذا الأخت اللي من الغرب الجزائري خلت لي حكايتها وتقول يا ريت تدعولي وتنصحوني. فقط تبعوا معنا الفيديو للأخير، ما تنساوليش دعمكم لي، يا ربي يفرحكم. الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والجام للفيديو. بعد تفعيل زر الجرس راح يوصلكم كل حكايات من مجتمع جزائري، واللي يحب يخلي حكايته عبرة للآخرين يخليها في تعليق ولا يبعثها لي في الخاص. حاجة واحدة أخرى حبيت نقولها لكم، الغرض من هذه الحكايات بعض البنات كي يحبوا يحكوا حكايتهم غير باش يشوفوا تعليقاتكم، لأنه مهمة جدا بالنسبة لهم. يمكن تكون دعاء ويمكن تكون نصيحة وغيرها. وكذلك العبرة من هذه الحكايات والتفادي في الوقوع في نفس الأخطاء اللي انتم راكم متداركينها وما كمش يعني فاتحين عينيكم عليها. هذا هو الغرض من هذه القصص، وإن شاء الله يكون هذا المحتوى عجبكم. بلا ما نطول عليكم ندخلوا في حكاية الأخت. ما تنساولي جام ربي يفرحكم. تقول: تمنيت لو كان حياتي حلم بشع ويجي نهار ونفطن ونعيش كيما كامل البنات. صدقوني غير عايشة في ظلام. من اللي كنت صغيرة توجور يعني محقورة، نلبس غير الفضلة نتاع الناس، الصبابط مقطعين، الكسوة محكوكة بلا جفال، نقرا بيها في المسيد يعني في المدرسة. توجور لاقيه روحي وحدي، لا لعبت كيما الاولاد، الكل يعايروني بشعري، ما كانش اللي كان تمشط لي. يما لاتي غير بخاوتي وتحبهم، انا غير كيما نوض نروح نقرا ومن المنظر نتاعي هكاك. تقول طلابة المعلمة قايستني دائما في الطاولات الآخرين، منين نقول لها مانيش نشوف مليح تقولي روحي ديري نواظر، ما عندي ما ندير لك. وكي نقول اليمة ما تحتبرنيش كامل، نشوف برا البنات كامل متهالين في رواحهم، غير انا اللي نبهدل في كامل البنات. المهم واش نقول لكم، قد ما نحكي قليل. ما يحبوش يلعبوا معايا وكانوا يعايروني ويسبوني. كي لحقت للسنة الثالثة ابتدائي توفى بابا الله يرحمه، والتم زادت حياتي دمار. اتحقرت نتاع الصح وتعرضت للتحرش من طرف راجل جارتنا، كان في عمره هذاك الوقت 45 سنة. وزدت محاولة اغتصاب مرتين من مولا الحانوت كان في عمره 30 سنة، وأنا عمري برك 8 سنوات. ردوا بالكم يا ناس على ولادكم. رجعت نخاف من الدار وما نخرج، ومعدلاتي كامل انخفضوا، وحياتي كامل تدهورت، وليت في حالة نفسية وفي كآبة. رجعت نخاف اني نخرج من الدار، معدلاتي خلاص راحوا، وضحت في قرايتي. ما حكيت حتى لواحد واش صرالي، حتى اليمة اللي هي سباب تعاستي وتقول مانيش بنتها. عمرها لا شرات لي لبسه ولا فرحتني ولا اهتمت بيا، ولا حتى انها عنقتني وباستني كيما قاع الامهات. حتى انه ظروفنا المعيشيه نص ماشي مخصوصين ماديا، ولكن هي تحب خاوتي اكثر مني وتشري لهم، وكل عيد معيدين وفرحانين. غير انا اللي مرت عمي مسكينه تغسل لي الكسوه وتبعثها لي باش نعيد فيها. دخلت في حاله اكتئاب وحبست القرايه، ويما ما قالت والو. قررت اني ننتحر شحال من مره، اي حاجه نلقاها دواء نلقاه نشربه وما نفعت
معايا حتى حاجة. قعدت في الدار غير الغسيل كلبونيشة، غسلي طيبي نظفي، وخاوتي يسبوني على أتفه الأسباب، ويما عمرها لا دافعت عليا ولا قالت حاجة. 13 سنة من نشوف البنات نتاجي رايحين يقراو تحكمني الوجعة في قلبي والدمعة تتحجر في عينيا. الصغاريت البيام والبنات فرحانين وأنا ننظف غير في الدار. صدقوني غير حالة كنت فيها ما نتمناهاش حتى العدوية. كبرت في الظلم والحقرة وعدم الاهتمام من أمي، يعني وحيدة في هذا العالم المظلم. المهم وصلت لعمري 18 سنة، ما نعرفش واش كاين برا، ما يخلوني نخرج، لا نطل من الطاقة، لا نروح العرس، لا نتفرج تلفزيون، لا والو، محرومة من كلش. كي تخرج يما نبقى نحاول فيها تخرجني معاها، ما تحبش. مرة يا البنات كان عرس ولد خالتي، قعدت غير نبوسلها في رجليها باش داتني. كي خرجت اقسم بالله العظيم غير عينيا حرقوني وبداو يدمعوا، ما عرفتش حتى اني نتمشى، وليت نحس كامل الناس تشوف معايا نتمشى وكيفي كيف المخلوعة تقول خرجت من الحبس. ايه حبس مش دار. رحت لقيت بنت خالتي قالت لي من نيتك جايه هكا العرس؟ بقات تشوف معايا، من بعد عطاتني كسوة وماكيات لي ورحنا. ما كانش اللي عرفني في هذاك العرس تالمو ما خرجش ما نخرج. لقيت ولاد خوالي عمري في حياتي لا تلاقيتهم. من مورا العرس جات لعندنا للدار، قالت لي بداو الخطابة يجوا لعندنا، على جالك؟ قلت لها واش من نيتك؟ قالت لي والله غير زوج جاو خطبوك من عند يما، مرات واحد فيهم لاباس بيه وخدام، والثاني بطومابيلتو دارو. انا فرحت فرحة وقلت واخيرا غادي نتهنى من معيشة الذل اللي راني فيها. قلت لها ايه واش قالت له خالتي؟ قالت لي كي قلنا اليما قالت لنا سقسيتها وما حبش تتزوج وقالت مازالها صغيرة. يا البنات صدقوني غير بكيت الدم وبكيت الجمر حتى عينيا نشفوا من الدمعة، ما قدرتش والله غير تعبت، ما لقيتش كامل اللي يحس بيا ومليت صراحة، مليت هذا المعيشة. كيفي كيف الكلب حاشاكم، نتمنى في الموت وشعري طاح، حكمتني العليمي والكلاوي نبات نتوجع. يقولوا لي راكي تمثلي غير نوضي، حتى الصلاة وحبستها في الدار لأنه وليت ننظف بزاف من بعد الفطور والغسيل والتعب بزاف في الدار. تعبت، ادعولي وربي فرج عليا وعلى جميع البنات اللي كيفي. ادعولي يا البنات، ادعولي ربي يفرج عليا ويجيني ولد الحلال اللي يسترني ويهنيني ويعوضني على كل لحظة عشتها سيئة محياتي. ربي يرزقكم ما تتمناو، وإن شاء الله يا ربي ياخذ لي الحق في اللي حقروني. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب ودمر لي حياتي، والله ما نسمح لهم لا دنيا ولا آخرة. وإن شاء الله رسالتي وصلت للوالدين. يا خاوتي ردوا بالكم على أولادكم، إذا حبيتوهم اتهلاو فيهم واهتموا بيهم واعطولهم حق أنهم يعيشوا كما كامل الناس. أنا عايشة لكني بجسد وكأنني لست موجودة. أنا حقرت وتظلمت وعشت في حياة مليئة بالكآبة، والله ما نتمناها حتى العدوية، وهذه هي قصتي. إن شاء الله يا ربي يفرج عليها ربي صراحة. وصدقوني كاين ناس بالك يقولوا مكاش منها، بصح والله يا البنات غير قصة حقيقية 100%. والبنت هذه فقط تتمنى أنكم تدعوا لها ربي يفرج عليها، لا أكثر ولا أقل. مجتمع صراحة المجتمع قاسي في العمق نتاعو، قاسي جدا، وأحيانا فيه أمل ربي يفرج إن شاء الله، لأنه ربي قادر على كل شيء. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، مبقى لي غير نقولكم تهلاو لي في رواحكم، استنوني في قصة جديدة من قصص من مجتمع جزائري 100% حقيقية، لأخذ العبرة والتفادي في وقوع في نفس الأخطاء. يعني أنا نتمنى كان يشوفوا الوالدين هذا القصة يحسوا بالك الولد تاعهم ولا البنت تاعهم واش راهي تحس. أحيانا نلقاو باللي صعيب باش البنت تحكي لأمها وتقول لها واش راهي تحس ولا واش راهي تعاني،
جراء عدم الاهتمام نتاعهم، ولا حتى الولد تكون صعيبة عليه. لكن من جراء هذه القصص الوالدين يفتحوا عينيهم شوية ويهتموا بأولادهم على الأقل. تهلاو لي في رواحكم، إلى اللقاء، ما تنسوا لي للفيديو.